بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم 104 المعدل 164 سنة 2025 صدر هذا القانون وشفنا بيطبق على الوحدات السكنية والوحدات التجارية، وإدى فترة انتقالية. بعد هذه الفترة تنتهي عقود الإيجار القديمة وتصبح هي والعدم سواء. وهنا بعد هذه الفترة اللي بإذن الله هتكون أقل من 7 إن شاء الله وأقل من 5 المحلات، هو عدى سنة فاضل 6 داخلين في السنة التانية، والقانون كما هو. الناس اللي ضحكوا على الناس وقالوا لهم مش هتدفعوا قيمة إيجارية، ما تدفعش قيمة إيجارية ولا تزود في الإيجار وما تدفعش الإيجار وما تخشش على المنصة والقانون مش هيتنفذ. وقلنا الدولة لا نية لها لإلغاء هذا القانون، وأن هذا القانون دستوري محصن دستوريا لما مر به من إجراءات وشرحناه. طيب، شايفين بقى اللي بيحصل ده كله عشان القانون ما يتنفذش من مين؟ من أغنياء المستأجرين اللي هم بيمولوا محامين السبوبة، ويعمل طعون ويعمل كذا ويعمل كذا، واللي بيطلع بيتكلم ضد الدولة وضد ويأذروا القانون وما يتنفذش ويحرض ويعمل. وقلنا إن الدولة هتتخذ الإجراءات ضد هذه الفئة، لأن يعني كده خطر على الأمن القومي. وبدأوا يتكلموا وادوا فرصة من الخارج إن الناس تتكلم على هذا القانون، والدولة مش قادرة والدولة بتكذب والدولة كذا ومفيش حاجة اسمها بديل، الشقة بكام، الشقة كذبوا وخونوا الدولة وقالوا الدولة بتضحك على الناس والقانون بيضحك على الناس. وقال لك الوهم السكن البديل هو الوهم، مفيش حد هياخد شقق، مفيش حد هياخد حاجة، ده في ناس مقدمين من كذا. لا، في الدولة كل سنة بتعملها بتاع مليون وحدة أو 800,000 وحدة بيتم توزيعها. امال المساكن والمدن الجديده والحاجات اللي فيها اسكان جديد دوت والاسمرات وغيره 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 في 6 اكتوبر في كل محافظات مصر كل سنه في اسكان وفي ناس بتستلم. ده بالعكس القطاع الخاص عشان لقاها موضوع مربح دخل في الموضوع ان هو يدي شقق برضه تبع هذا القانون بشروط معينه. فالدوله ما بتكذبش على حد، والدوله صادقه في هذا الموضوع. يا ملاك ما تسمعوش كلام حد. فكلام كتير جدا جدا جدا. الدولة هتخرجكم الشقق عشان تديها للشباب، الدولة هتخرجكم الشقق عشان عايزين يبيعوا هم الشقق ويحطوا ايديهم على الشقق، والاخر يقول لك ضريبة عقارية ومش ضريبة عقارية وضريبة أرض وضريبة مش عارف ايه، وهياخدوا منك الأملاك بتاعتك. كذب كذب كذب. من ضمن هذه الأكاذيب اللي هي فجة جدا، دخلوا بيكلموا مع الضرايب العقاريه، ده ياخدوا منكم ضرايب عقاريه ايه، ده مش عارف ايه، انت بيزودوا الايجار عشان ياخدوا ايه ويعملوا ايه. وقال كده الجعر قالها بالعلن، وغيره قال الكلام دوت. فدلوقتي اللي بيتكلموا عليه بيتكلموا على الضرايب، ان الضرايب كانت على الوحدات القديمه ما بندفعش. مين قال لك الكلام دوت؟ كانت بيدفع على الايجارات القديمه في الضرايب العقاريه في العوايد على العقارات القديمه، وبتروح عشان تاخد كشف المشتملات بتلاقي عليك ضرايب عقاريه لازم تدفعها عشان تاخد كشف المشتملات، اذا كانت اللي هي على حسب القيمه الايجاريه. فالقيمه الايجاريه هتزيد، خليكم معايا بس، القيمه الايجاريه هتزيد فبالطبع هيبقى في ضرايب عليها، فهتزيد القيمه عمليه اوتوماتيك. بس هل الضريبة العقارية على مين؟ الضريبة العقارية في الإيجار القديم أو في الشقق السكنية بالنسبة للعوايد هي على المالك. المالك هو اللي بيدفعها، ومفروض يتكتب كده في العقد، ومفروض إن المالك بيرجع على إيه؟ مش مكتوب في العقد يبقى ملزم بيها قصاد القانون هو المالك. المستاجر بقى عايز يروح كشف المشتملات او عايز ياخد حاجه بيشوف هو حسيته قد ايه في الفلوس دي وبيدفعها عشان لو عايز كشف مشتملات او عايز حاجه من العوايد او الكلام ده. فبالنسبه للشقق السكنيه الضريبه العقاريه على الملاك،
الا اذا كنت كاتب بقى في العقد ترجع بعد كده تاخدها من المستاجر، بس انت الملزم بيها امام القانون اللي تدفعها. اما الضريبه العقاريه على المحلات ايجار قديم كانت على المستاجر، على صاحب المحل، وكان ملزم بها المالك برضو، بس كانت بس المالك هنا ممكن يدفعها ويرفع في دعوى الاخلاء. لو ما دفعش قيمه ايجاريه او دفع ما دفعليش يدفع العوائد، بيرفع عليه دعوى اخلاء بالقيمه الايجاريه، مش عارف 14% ولا كام، وكان لازم يدفعها المستاجر، لا اما يتعمل له دعوى ضرر العدم، بتبقى من ملحقات الاجره، من ملحقات الاجره. فالقانون هنا قال لك الوحدات السكنيه ملزم بها ايه؟ المالك بالنسبه للوحدات السكنيه. اما الوحدات التجاريه فملزم بها امام القانون المالك، بس المالك ياخدها من مين؟ من المستاجر. وفي حاله ان المستاجر ما دفعش القيمه الايجاريه ديت ممكن يرفع عليه دعوى اخلاء، لان دي تعتبر جزء من ايه؟ من القيمه الايجاريه. دي هي الضرايب العقاريه اللي انتوا بتسموها العوايد، عشان مفيش حد يلعب بدماغكم ويقول لكم الحكومه هتعمل كذا والحكومه هتعمل كذا. ده الكلام اللي ساري وهيسري برضو على القانون الجديد. بالنسبه للضريبه هتزيد، هتزيد، ما انت زودت الايجار. اي نعم زودت الايجار بالنسبه للملاك ما يجيش ربع القيمه السوقيه، بس هو ده القانون. وقلنا الدوله تشكر في هذا التوقيت ان عملت كده، ان الموضوع بقاله 60 70 80 سنه، مش من سنه واتنين ويتحل. المهم ان في فتره انتقاليه وينتهي هذا القانون نهائيا، ينتهي الايجار القديم، وبعد كده سيادتك لو هيتكتب عقد ايجار هيتكتب طبقا لقواعد القانون المدني، يطبق عليه القانون المدني اللي هو رقم 4 سنة 1996 اللي ساري على العقود 59 سنة. عقود 59 سنة فيها مشاكل هتكلم عليها. يبقى الضرائب العقارية بالنسبة للوحدات السكنية هي على المالك، ملزم بها المالك، ممكن ما يرجعش عليها، مش مكتوبة في العقد يبقى ما ياخدش حاجة من مين؟ من المستأجر. أما الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات التجارية، مكتب محاماه، مكتب مهندس، اجزخانه، عياده، القانون هيسري عليهم، والناس دي برضه هيخلوا الصيدليات والعيادات والحاجات ديت. وده اللي فاتح عياده واللي فاتح مكتب محاماه ويطبق عليه القانون الجديد. مكتب محاسبه، مكتب هندسه، ايا كان، بس يكون ايجار قديم، هو اللي ملزم بالقيمه بالعوايد. الوحدات التجاريه بيدفعها المالك وبيطلب بها المالك، لو ما دفعش بيتعمل له قضيه. المالك بقى هنا بياخدها من الوحدات التجاريه، ياخدها لا اما يرفع دعوى عشان هذه القيمه الضريبه العقاريه اللي تبعها الوحدات التجاريه هي من مشتملات الاجره الحقيقيه. وشكرا.